السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو دوت هنشارك معاكم طريقة تحويل اللون الفضي للون الأسود، شغل أنودة. طبعا دوت شكل القطاعات قبل ما تاخد أنودة لون أسود، ودي شكل القطاعات بعد ما خدت الأنودة درجة اللون الأسود. طبعا هنمشي مع حضراتكم مرحلة مرحلة. طبعا أول مرحلة وهي مرحلة الإكليل بالماء الساخن، درجة حرارة من 45 ل50 درجة. الإكليل دوت مادة مطهرة بننضف بيها الشغل بتاعنا قبل ما نبتدي في مراحل الأنودة الأولية. بعد ما خلصنا مرحلة الإكليل بالماء الساخن هنخش في المرحلة التانية وهي مرحلة الحامض. مرحلة الحامض دي بنجهز فيها الراك بتاعنا. يعني ايه بنجهز فيها الراك؟ مرحلة الحامض دي عبارة عن نظافة للشغل، يعني الشغل لو عليه شحم أو عليه زيوت أو عليه مكان بصمات إيد أو كده، الحامض دوت بيعمل له عملية تنظيف تماما. وبعد ما بنخلص مرحلة الحامض بنبتدي بعديها نخش في المرحلة التالتة وهي مرحلة الصودا. مرحلة الحامض ديت بنبتدي نسيب فيها القطاعات بتاعتنا من دقيقة ل5 دقايق على حسب ما الشغل ما ينضف معانا. طبعا احنا هنا بنبتدي نرفع الراك بتاعنا وناخده على حوض الحامض. طبعا احنا هنا نزلنا الراك بتاعنا في الحامض وابتدينا نبص على الشغل ان هو يكون نضيف مفهوش اي زيوت او اي مكان بصمات ايد. بعد ما خلصنا مرحلة الحامض هنبتدي نخش في مرحلة الشطف قبل ما نخش في مرحلة الصودا. طبعا احنا هنا ابتدينا نحط الراك بتاعنا في عربية الشطف. طبعا هنا بعد ما خلصنا مرحلة الشطف هنبتدي ناخد الراك بتاعنا على المرحلة التالتة وهي مرحلة الصودا. الصودا ديت بنبتدي نسيب الشغل بتاعنا فيها من دقيقة ل3 دقايق. وطبعا كل شغل بيفرق على حسب جودة الخامة، يعني في خامة بتاخد معاك دقيقتين، في خامة بتاخد معاك 3 دقايق، في خامة ما تكملش معاك دقيقة ونص على حسب الخامة. طبعا بعد ما خلصنا مرحلة الصودا ابتدينا نخش في مرحلة الشطف على طول قبل ما نخش في مرحلة الأنودة. ومرحلة الأنودة ديت بنبتدي ندي فيها للقطاعات درجة الميكرون اللي العميل بيبقى عايزها أو درجة الميكرون اللي احنا بنبقى شغالين بيها. طبعا احنا هنا بنبتدي نشطف الشغل بتاعنا كويس جدا قبل ما نخش في مرحلة الأنودة. طبعا هنا بعد ما خلصنا مرحلة الشطف هنبتدي ناخد الراك بتاعنا على حوض الأنودة. حوض الأنودة دوت متكون من الحامض
والتيار الكهربي، ودوت الحوض اللي بندي فيه درجة الميكرون اللي احنا عايزينها. درجات الميكرون بتبتدي من أول 4 لحد 20 درجة. طبعا ده حوض الأنودة اللي بندي فيه درجة الميكرون بتاعتنا. طبعا بنتأكد إن الشغل واصله تيار كهربي. بنبتدي من الجهاز دوت نحط درجة الميكرون اللي احنا عايزينها. ده شكل الجهاز اللي احنا بنستعمله في ضبط درجة الميكرون بتاعتنا. بعد ما خلصنا مرحلة الأنودة هنبتدي نخش في الحوض اللي هندي بيه درجة اللون الأسود، والحوض دوت اسمه حوض اللون البني، بس بنبتدي ندي درجة بتكون غامقة أوي، فبتبدأ تدي معانا درجة اللون الأسود. طبعا ده حوض البني اللي هنطلع منه درجة اللون الأسود. طبعا ودي شكل القطاعات بتاعتنا بعد أما خلصت، وهنبتدي نشطف الشغل كويس. طبعا احنا هنا بنتأكد من درجة اللون الأسود اللي احنا عطيناها للقطاعات، وبنتأكد من إن الشغل يكون نضيف كويس عشان دوت مرحلة تفنيش. وطبعا شغل الأنودة من أفضل أو أنضف شغل الدهانات، لأن هو ما بيعتمدش على طلاءات خارجية، بل هو بيعتمد على الحامض والتيار الكهربي. طبعا الشغل ما بيبصمش ولا بيطلع معاك في الإيد زي الدهانات، وطبعا كعمر افتراضي أطول ما بيقشرش أو ما بيتأثرش بالعوامل الجوية. طبعا احنا هنا بعد ما شطفنا الشغل كويس جدا بنبتدي ناخده على حوض السيل، وحوض السيل دوت فيه مثبت لدرجة اللون الأسود ودرجة الميكرون اللي احنا عطيناها للشغل. طبعا احنا بنسيبه في حوض السيل دقيقة ل5 دقايق أو 10 دقايق. بعد ما بنخلص بنبتدي نحطه في حوض المية السخنة درجة حرارة من 45 ل50، ودوت بيبقى اسمه حوض الشطف النهائي. طبعا ودي شكل القطعات معانا بعد أما خلصت. طبعا هنسيب الشغل ينشف كويس، وبعد كده هنبتدي ننزل الشغل. طبعا هنا هو بيبتدي يحط القطعات في حوض المية السخنة درجة حرارة من 45 ل50 درجة.
طبعا احنا هنا بنسيب الشغل من دقيقة ل5 دقايق. بعد كده بنبتدي نطلع الراك بتاعنا، وبنبتدي نوقفه بزاوية 45 عشان يتصفى من المية زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا ده شكل القطعات بتاعتنا قبل ما نديها درجة اللون الأسود، ودي شكلها بعد درجة اللون الأسود، ودي صورة تانية. بس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.